انت ممكن تفتح شركة مليارية بفكرة واحدة. بوستر كده على النت عجبني مكتوب فيه كلمة دريم، ودريم دي هو مقسم DREAM لأربع خمس كلمات. هقول لكم الأربع خمس كلمات دول بقى كده. دي اللي هي discipline، R اللي هو روتين، E اللي هي education، A اللي هي action، M mentality. انت يا جون بقى حطهم ورا بعض كده وكاتبين ان دي the equation of success. فانا عجبني كلمة دريم دي، وان هم واخدين دريم دي حاطين دي discipline و M mentality والكلام الجميل ده. وقعدت افكر ايه اللي ممكن يتقال على موضوع النجاح ده، وايه اللي يتقال على كلمه دريم، ودريم دي ازاي تتحول لنجاح. فاستحاله يعني يكون عندك ديسبلين او التزام او انضباط ذاتي، واستحاله يكون عندك روتين صحي، واستحاله يكون عندك اكشنز، واستحاله يكون عندك منتاليتي كويسه وما تنجحش. يعني استحاله الحاجات دي كلها تتحط على بعض وما تبقاش ناجح. فانت لو عندك مش الحاجات دي، لو عندك واحده من الحاجات دي هتبقى ناجح. واحده، مش لازم الخمس. يعني كنت بتكلم مره في سيشنز من السيشنز اللي بعملها مع الناس، وبزنس مان كبير جدا يعني بسم الله ما شاء الله، كنا بنتكلم عمالين نتكلم عن البيرسونال براند وقد ايه البيرسونال براند دي حاجه مهمه، وبنتكلم عن الويكنس والسترينث بوينت. فكنا كلام خدنا وجبنا كده وقلنا ان تخيلوا ان ربنا هيدخل الناس الجنه لما يعملوا 5 حاجات بس، يصلي ويصوم ويدفع زكاه اند سو اون. ما بالك انت بقى هتخش الجنه ب5 حاجات؟ انت ممكن تنجح بحاجه واحده، انت ممكن الناس تحبك وتعرفك بنص حاجه، انت ممكن تطلع القمر بربع فكره، انت ممكن تفتح شركه ملياريه بفكره واحده، انت ممكن تعمل حاجات كتيره قوي بحاجه واحده بس، مش ب5 حاجات. ما بالك انت عندك 5 حاجات؟ ده انت تدغدغ الكون. لو عجبك الكلام ده اكتب لي كومنت هنا وانا اطلع لك تاني كل يوم.